العرب يحدثوني ان مثلا نزار ابن معد ابن عدنان اللي هو ابو مضر اللي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزار ده كان مخلف 4 اولاد، بنيه كله ذكور، واحد اسمه مضر، واحد اسمه ربيعه، واحد اسمه اياد، واحد اسمه انمار. وبعدين حانت وفاته، احس بانه يعني كده، فقال لهم انا اريد ان ادلكم على تركتكم مني قبل ان اموت. القبة الحمراء لمضر، والفرس الاسود والخيمة السوداء لربيعة، والشمطاء لإياد، ومجلس القوم ونديه لأنمار. وإن اختلفتم فاذهبوا إلى الأفعى الجرهمي بنجران يفسر لكم كلامي. طيب لما ما تختلفوا قالوا نروح لمين؟ للأفعى الجرهمي، قاعد في نجران، ونجران دي كانت ياما تبع الايه؟ كانت تبع اليمن. وهم ماشيين في الطريق، هم 4 بقى، مضر وربيعه وانمار واياد، عشان تشرف كلمه يزيد في الخلق ما يشاء. قاموا هم ماشيين في الطريق، مضر بص كده لقى نبات مرعي، يعني حد رعاه، بص في الناحيه الثانيه نبات احسن منه مش مرعي. قام قال ان الجمل الذي رعى هنا اعور، لانه شايف اللي الناحيه دي مش شايفه، فقعد يرعى اللي شايفه وسايب النظر الثاني للناحيه. اما اخوه ربيعه بص كده وقال له انه لازور. قال له ازور يعني ايه بقى؟ ازور انت عارف الراجل اللي بيزك، يعني يتحامل على احد الرجلين لانه تعبان كده، يقوم لما يمشي الرجل السليمه اثرها يبقى مساوي، والرجل اللي بيدك بها يبقى اثرها ايه؟ مناخ. يبقى فهمه، قال ده ازور، يعني عنده عطب في رجله بيزك. معقول يبقى واحد قال اعور وواحد قال ايه؟ ازور. ام انمار قال انه لابتر، يعني ملوش دين. طيب خلاص وماشي. ام اياد قال انه لشرود، لانه بياكل من الحته دي ويجري يروح الحته الثانيه، ما بيرعاش كده مساوي ويقف راتع، لا. فلما مشوا وجدوا رجل ينشد بعيره. ارايتم بعيرا لي شرد مني؟ اما مضر قال له اهو اعور؟ قال له نعم اعور. قام قال له طيب ازور؟ قال لي نعم ازور. قام الثالث قال له احنا قلنا اعور وازور ابتر؟ قال نعم ابتر. شرود؟ ايوه مغلبنا شرود، يتحط هنا يجري هنا ببرطع. قال لهم بس انتوا اللي خدتوا الجبل بتاعي. ومسك فيه. كانوا قربوا على نجران، فدخلوا الى من يحكم في دماء العرب، وهو الافعى الجرهمي اللي ابوهم قال لهم روحوا له. فلما دخل قال له انتوا خدتوا الجمل بتاع الراجل ده البعير وخدتوه؟ قالوا ما خدناش. قال وصفتموه كانكم راح فين؟ قال له طب كيف عرفت انه اعور؟ قال له والله انا شفته بيرعى الناحيه دي وسايب الناحيه دي. هذه الفراسه بقى، يزيد في الخلق ما يشاء. قام الثاني قال له طب ازور؟ قال له لان الرجل اليمين سليمه البصمه والرجل الشمال فيها زقه، فعرفت انه ازور. قام قال له طيب انت عرفت انه ابتر ازاي؟ ايه؟ قال لانه البعر بتاعه في حته واحده، ولو كان له ذيل لمصع به هنا ومصع به هنا ففرق بعره. الله الله الله. طب وعرفت انه شرود ازاي؟ قال له لانه بينقر هنا وبعدين يجري هنا ويروح هنا وهنا، ملوش رتعه.
فقال خلوا سبيلهم فتلك فراسة يهبها الله لمن يشاء. فخلوا ايه سبيلهم، وقال لهم تعالوا بقى انتوا جايين. قالوا احنا ابونا وصانا باننا اذا اختلفنا نيجي لك افعل برهم. قالوا وماذا؟ قالوا كذا 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 كذا. القبة الحمراء قالها لمضر اعطوا له كل شيء احمر، الدنانير والنياق الحمر، ولذلك سموه مضر الحمراء، بقت اسمها مضر الحمراء. طيب وبعدين قال والفرس الأدهم والخباء الأسود ده لربيعة، فقالوا أعطوا له كل شيء فيه سواد. وبعدين قال له والأشمر قال له بتاع الخادمة ده، قال له أعطوه رزال المال، المدعبلات اللي هي الغنم المدعبلة والمعيز المدعبلة والبتاع، ولذلك سموها ايه أنمار الشنطاء. طب والتاني قال لك والفضة اللي هي بيضاء والمجلس أعطوه لمين؟ لإياد. خلاص قاموا حب يكرمهم، فلما حب يكرمهم أمر قهرمانه أن يأتي لهم بإيه؟ بشراب، ويجيب لهم يذبح لهم ذبيحة ويعمل لهم الحاجات اللي عملوها. وجلس لأنه لما سمع كلامهم إن عرف الجمل وعرف مش عارف إيه، وقال لك دول الأهل إيه فراسة جايين يعملوا إيه ليا، دول ما يصحش إنهم يجوا ليا. فقعد يستمع لهم هم بيتحدثوا على الأكل. ربيعة قال ما رأيت أطيب من هذا اللحم لولا أن أمه غزيت بلبن كلبة. هو سامع. وبعدين خدوا كاس من الشراب، أم مضر قال إيه شراب طيب لولا أن كرمته زرعت على قبر. إيش الحكاية؟ وبعدين قال له ما رأيكم في الرجل ده؟ قال له أفعل برهم. فقال أنمار إنه من سرات القوم وهو سيد، إلا أنه ليس ابن أبيه. الله إيه الحكاية دي؟ أما إياد قال إيه والله ما رأينا كلاما أحسن من كلامنا مع بعض. فقام الرجل الأفعل درهمي واستدعى الراعي وقال له إن الشاة التي ذبحتها من أين؟ قال هي هنا، ثم ولدتها أمها فماتت وليست عندنا شياه مرضعة، فجبت كلبة وخلتها ترضعها. يزيد في الخلق ما يشاء. تعالى يا قهرمان اللي بتجيب الكاس الخمر، انت جبت الخمر دي منين؟ قال له من العنبه بتاعتنا دي، انا ما كنت زارعها على قبر ابيك وطلعت وربنا ادانا منها مش عارف ايه. الراجل استعجب فلم يبق الا ان يسال ولكنه ليس ابن ابيه. فذهب الى امه وقال لها اخبريني من انا ومن ابي. قامت عرفت انه بقى عنده. قالت له والله ابوك كان ملكا مطاعا ومش عارف وايه وايه وذو نعمه ولكنه لم ينجب، فخفت ان ياخذ هذا الملك وهذا المال غيره فحصل ما حصل. سبحان الله. فرجع لهم قال لهم لم تعودوا في حاجة إلي وإنما يصبح الناس جميعا في حاجة إليكم. يبقى يزيد في الخلق. طب ازاي عرفها؟ ما نعرفش بقى، هو ده اللي حصل. نعم.